في الرواية عن سلمان قال كنت، اسمعوا رواية شوي طويلة لكن رائعة ونختم بها كلامنا إن شاء الله. يقول كنت واقفا بين يدي رسول الله أسكب الماء على يديه إذ دخلت فاطمة وهي تبكي، فقام إليها رسول الله ومسح على رأسها وقال لا أبكى الله عينيك يا حورية مما بكاؤك. فقالت أبا يا رسول الله مررت على ملأ من نسوة قريش وهن مخضبات فوقعوا في وفي ابن عمي علي بن أبي طالب، يعني سمعوني كلام ليس بالكلام الجيد أبدا. فقال يا فاطمة وماذا قالوا؟ قالت أبا يا رسول الله لقد قالوا لقد عز على محمد أن يزوج ابنته من رجل فقير قريش لا مال له. نبي زوج بنته لواحد ما عنده شيء من الأموال. نظر النبي إليها وقال يا فاطمة اعلمي أن فلانا وفلانا خطباك. فرفضت ورفعت الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فصليت مرة صلاة الفجر فسمعت حفيف الملائكة فنظرت وإذا جبرائيل في عدد من الملائكة، فقلت يا أخي يا جبرائيل ما هذه القعقعة في السماء؟ فناداني أي يا محمد إن الله سبحانه وتعالى اطلع إلى الأرض اطلاع فاختار من الرجال عليا ومن النساء فاطمة فزوج فاطمة من علي. فقالت فاطمة رضيت بما رضي النبي. فقال لها يا فاطمة ألا أزيدك في علي رغبة؟ قالت بلى يا أبا يا رسول الله. فقال بني لا يرد على الله أو لا يفد على الله ركبان أكرم منا أربعة، صالح على ناقته وأخي حمزة على ناقتي الغضباء وأنا على البراق وعلي بن أبي طالب على ناقة من نوق الجنة. فقالت يا أبا صف لي تلك الناقة. فقال هي ناقة قد خلقت من عفو الله مدبجة الجنبين، عيناها من الياقوت، بطنها من الزبرجد الأخضر، يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها، فلا يمر يوم القيامة على ملأ من الناس إلا وقالوا أهذا نبي مرسل أو ملك مقرب أو حامل العرش أو حامل الكرسي؟ فيأتيهم النداء هذا ليس ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا حامل عرش ولا حامل كرسي، بل هو علي بن أبي طالب. فيقولون إنا لله، يعني الناس فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. حدثونا فلم نصدق، ما أكرمه على الله. فقال النبي يا فاطمة ألا أزيدك في علي رغبة؟ قالت بلى يا رسول الله. قال إن علي بن أبي طالب أكرم على الله من هارون، لأن هارون أغضب موسى وأنا لم يغضبني علي بن أبي طالب، وكنت إذا غضبت نظرت في وجهي فانزاح عني الغضب. فتبسمت فاطمة فقال لها يا فاطمة ألا أزيدك في علي رغبة؟ فقالت بلى يا رسول الله. فقال لها رسول الله يا فاطمة نزل علي جبرائيل مرة وقال لي يا محمد أبلغ عليا من السلام، يعني من الله السلام. فقالت فاطمة رضيت بالله ربا وبك يا أبتاه نبيا وبعلي بن أبي طالب وليا ووصيا.